ولدى المحتجز من طرف السلطات المغربية بتهمة الاعتداء الجنسي. هذا وسيتم النظر في قضية إسلام يوم 13 مارس المقبل من طرف القضاء المغربي. إسلام اتهم من طرف القضاء المغربي بالاعتداء جنسيا على طفل أثناء مشاركته في دورة القوارب الشرعية، رغم أن كل التقارير المقدمة من طرف الطبيب الشرعي أثبتت بأن الأمر كان خلافا لذلك، فضلا على أن العائلة ووزارة الخارجية الجزائرية أكدتا أن الأمر لا يتعدى مجرد لعب أطفال. وفي نفس السياق يتواصل الغموض في حل قضية إسلام خوالد بطل إفريقيا القوارب الشراعية المحتجز من طرف السلطات الأمنية المغربية بتهمة الاعتداء الجنسي. الاحتجاز المخالف لحقوق الإنسان جعل من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أن يتضامنوا معه بحملة كبيرة لجمع 50,000 توقيع لإقناع المنظمات الدولية للتدخل في القضية في ظل غياب إجراءات فعالة من طرف المسؤولين. محمود حيمر والمزيد في هذا التقرير. بين الحياة هنا في الجزائر سالما ومعافى، وبين إحدى سجون المغرب المجهودات متواصلة في قضية الوطن من أجل إطلاق سراح إسلام خوالد المحتجز في المغرب منذ 11 فبراير بتهمة الاعتداء الجنسي. حراك كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي باتت حسب بعض الناشطين فيها هي الحل الأنسب لعودة إسلام في ظل غياب إجراءات فعالة من طرف السلطات المعنية. مدونات ومواقع إلكترونية تقوم بحملة كبيرة لجمع 50,000 توقيع لإقناع المنظمات الدولية للتدخل في القضية لمساندة الطفل المظلوم الذي انتهكت حقه السلطات المغربية. ويبدو أن المواقع الإلكترونية في الوقت الراهن باتت هي المخرج الوحيد لعودة إسلام الجزائر، في حين تواصل بعض الصحف المغربية حملتها القذرة ضد الجزائر محاولة تسييس القضية على حساب براءة إسلام الذي ترك فراغا كبيرا في عائلته ومدرسته. في 13 من الشهر الحالي تاريخ المحاكمة في قضية إسلام على أمر. برنامج جزائريون يطل عليكم هذه المرة من حديقة الحمى، وفيه ستتابعون